سلام تخطات نايس channel كما يتخونون صبوك تكونوا ناي وترو تبنيتنايو لومون كم وترو العلا قداس النزلهم زيناتاتن انتنا نحزنا لكم قريبنا لنا كساب مود اتنايز مدام سانا صنحو لايك غيركم شير غيركم انت جمركم دمان تسرحنا تحجزوا ناي بحكي افلي زبلن حدا غنيا اوان ننبر كم زلنا نخطرو منتان let's start here. West Asia had feared this day for decades, a war between Iran and Israel. No more fighting in the shadows, no more proxy conflicts, a direct war between Iran and Israel, and it's as deadly as we feared. Israeli jets are operating freely over Iran. Iranian missiles are crashing into Tel Aviv and caught in the crossfire. Not Ayatollah Khamenei or Benjamin Netanyahu, but innocent Iranians and Israelis. They're the ones who are facing the worst of this. This is the fourth day of the fighting. Israel hit Iranian nuclear sites on Friday morning. They also took out top Iranian commanders, including their army chief. At first, Tehran was shocked. They had no clue what hit them. So, إذا قد عايزين ننوه نكات هلو زلنا كنت لمخانو تكوينات كان معلتنا معلتي إنا برتعي زخي زلو نازح عليكم زخي زلو تملكنا تكوينات قرصنا تكوينات جزينا أنا وحمس كده دماء بفلا يبوغن إسرائيل كزع كندي حدا جني هاجر مخانا أبجمتي تيخا أنت عين السجون تتات كتوسط كم تغل بزح سقعت كفتر جمير له conventional كوينات زبالة لوي ون تلمود كوينات بميسايلات جيو بنفرت كوينات جورة زلادي بخاله نحت حدا نتحرر مالوا بفلا يدما إيران بدعمت الرم كم زلا يزنقر زلو بريزنتنا أمريكا نهزبي إيران كهدم كابتار سكتما تهران كهدم عزيز له this is كما ب10 مليون هزبي زغمت أتاكا تمام نبيهم كخد 10 مليون so تي seriousness نايت سجم لو كل دما إسرائيل تجور زلا إسرائيل بس قصلو زلا كوينات ولا قات حرمن تتعنن تلابيران لتكوينات كم زي تقولوا تردي والو يزبال زلا لذي أمريكا بزح military assets بزح وتهدراوي أصوارن كاله مساريتاتن نابت بوتات تنقصقص كم زلا يزنقر زلا لذي ندحري كوينات إسرائيل كتسعر جميرة أمريكا كتأتو مخانا دارقا نصورنا خوني متزالو it's just sad تاين مالتي زي إذا كوينات إسرائيل جميرات إيران يكون جميرات إذا كوينات زي بقلتي إسرائيل إيران مس أمريكا نيغوشيت تقبر نيرا تصفاتات دماني رووني أبحاد الديل كنخبطحو out of nowhere. By the way, it's just ناخد قرّة مالتي اسكا نشتي كنسمعهم. But by Friday night, they began responding. And since then, Iran has fired ballistic missiles every night, on Saturday, on Sunday, and chances are even tonight. We'll look at the Iranian operation first, then we'll turn to Israel. So far, Tehran has fired 370 ballistic missiles at Israel. 370 ballistic missiles plus hundreds of cheaper drones. 40 of those missiles were fired overnight, 40. You could see them streak over West Asian skies. Take a look at this. بحفشة انتهينا نرزل لنا إذا كوينات زي لا بحكي أسكافن أسم بعدن زحزن الناقون اللي زقصن زلو إسرائيل برقص كم زعينة عنوة بقى تابع عدا مهرمتك بتحن ترى فلتنيو لذي for Israel this is already something نيران كل جزء مساق أنا صبوهم يوم نيران دحورات يوم عقمية لين بقفهم ترايم زهددو أسوارات ناتو من ساكت بيبر تايجر يبي ورقة ترايم بر أب جبري وزح يكون زبل بزحنا يشكع على القوانين يري ولا تزرع غسل لنا إسرائيل كابز قمتون لا عليك كم زس أن هيزن الجرزلو مخنياتو حدو تي air defense system نا إسرائيل نتنا إيران أسوار كحلفاي كلني زبل قام يروم well 90% نخل كل لنا يوم زبل زلو 9% 10% جنيه أتلو 10% من إسرائيل زعينتو تجاقاجقو زنبر نشتها قرد ما عدامج يكفتر صغرنا بنت تي هايفز بهال زلو تي ورباو كتما عبي ولوجستيكاوين لوجستيكس نتاجر كم دما تنا ندادي ديبوناتو ما وينيرو نعو سبوغيرهم كم زكاة الون
ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝገበርዎን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ወላ ንእስራኤል significant damage ይወሪድዋ ዘሎ ግን ካብ ናቡ ባክኣፕ ስለ ዘለዎም ሳቶም ማለት ኤሮጳ እንታይ ክንሕግዘኩም ጎይታይ እንታይ ክንገብር ክብሉ ኣብ እግሮም ተንበርኪኾም ዘለዎ ኤሮጳ ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ዳርጋ ሃገሮም ጌርኩም ሰድዋ ስለዚ እዚ ስለ ዘሎ እቲ ዳመጅስ ክረኣይ ይክእልኒ ወይ እውን ነቲ ዘሎ ፀገማት ንምፍታሕ ዝጓየዩሎም ብዙሓት ኣለዎ ብግምጣሉ ንኢራን እግዚኣብሔር ጥራይ ዘለዎም they have no one ኣለዉ ካብ ናብን ናይ ቻይና ዓበይቲ ነፈርቲ ኣትዋ ኣለዉ ኣዊ ዝበሃል እንታይ ሒዘን ኣትዋ ኣለዋ ግን very confidential but still ምስቲ እስራኤል ትረኽቦ ደገፍ እስራኤል ንኣብነት እንታይ ገይራ ኣላ ናይ መጓዓዝያ ነፈርትናቶም ንግሪክ ወሲዶምን ኣለዉ ኣብ ግሪክ ክሕበኣ ግን ኢማጅን ንብረት ናቶም ምንታ ናብቲ ውግእ ከይረም ኣብ ግሪክ ተቐሚጠን ኣለዋ ገሊኡ ኣብ ትርኩ ተቐሚጡ ኣሎ ገሊኡ ኣብ ሳይፕረስ ተቐሚጡ ኣሎ ስለዚ ብዙሕ ኤግዚት ስትራቴጂ ብዙሕ ኦፕሽንስ ዘለዎም ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ግን let's continue እቲ ኩነታት ግን ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ዘለዉ ይኮነን ዝኸይድ ዘሎ 30% of Israel's imports. They also hit. Iran hit the port city of Haifa this morning. This port handles 30% of Israel's imports. They also hit Tamra in the north, Tel Aviv, the administrative center, Bat Yam in central Israel, and Rehovot also in central Israel. Pictures confirm a number of direct missile hits. Some of them were residential buildings. Take a look at this. ስለዚ ኢራን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ትሃርም ኣለያ እቲ ወታደራዊ ኣቕምናታ ይሃርም ኣለያ ብእስራኤል እስራኤል ድማ ምሉእ ብምሉእ ንኣብነት እቲ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ነተንያሁ regime change ኣብ ኢራን ዝፅዕር ዘሎ መጀመርያ ነቲ ኒኩለራዊ ነገር ክሃርመ ዝብል ነይሩ ግን at the end of the day everybody knows it's a regime change እቲ መንግስቲ ብግምጣሉ ኢራን ድማ regime change ይፍትኑ ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብኸመይ እንተኢልኩም ናይ ኢራን ድማ መጠን ንሶም ተተኪሶም ከተማ ዝሃረሙ ኣብቲ እስራኤል ዝሃረሙ ብመጠኑ ነተንያሁ ሓሳዊ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ዘሎ ብኸመይ ሓሳዊ ይኸውን ኣሎ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ንእስራኤላውያን ከም ዘይትንከፉ ገይሩ እዩ ዝእምኖም ነይሩ well እስራኤላውያን ይስሕንዋ ከም ዘለውን ይህረሙ ከም ዘለውን ህዝቢ እስራኤል ድማ እንታይ ሓንቲ እስራኤላዊት ኢላ ከሲሳ ኣብ ጋዜጣ ናታ ጀሩሳሌም ፖስት ድዩ ዋላ ሃረት ዝበሃል ኣብ ሓደ ጋዜጣ ናቶም ዝወፀ እዩ እስራኤል ደይመደ ኢላ ኣፅዋራ ኣብ ማእከል ከተማታት ወይ ከዓ ወታደራዊ መደበራታ ኣብ መንጎ ህዝቢ ሓቢኣቶ ስለ ዘላ ንዓና ኮላተራል ዳመጅ ይገብሩና ኣለዉ እቶም ህዝቢ ናይ እስራኤል ከምኡ ዝብል ዘሎ ስለዚ ነተንያሁ ዝፈብረኾ ኩናት ምዃኑ ኤቭሪባዲ ኖውስ እዚ ኩናት እዚ እቲ ካልእ እቲ ዝሕዝን ካልእ ክፋሉ እዚያ ነገር እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ክትሕዝዋ ድማ ይደሊ እዛ ኩናት እዚኣ ንኽትካየድ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ገይሩ ትፈልጡ ዶ ንእስራኤል ንኢራን ብጣዕሚ ከም ዘሽክዖም እዩ ዝንገር ዘሎ ከመይ ገይሩ ኣሽኪዕዎም እስራኤል ክትሃርሞም ከም ዘይኮነት እዩ ዝነግሮም ነይሩ ነቲ ናይ ኔጎሲዬሽንስ ናይ ኒኩለራዊ ዝርርብ ክገብሩ ከለዉ ደይ መደይ ተባሂሉ እዚ ኩሉ ዝርርብ እናተኻየደ ከሎ ሓንሳብ ንጥልያን ሓንሳብ ንዑማን ሓንሳብ ናብ ገለ ክኸዱ ከለዉ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢሉ እስኪ ይፈልጥ ነይሩ መኣስ ክሃርሞም ምዃኖም እስራኤል ነዚስ ከመይ ጌርካ ክትኣምነ ትኽእል ንድሕሪ ሕጂ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣሚንካ ምኻድ ኢትስ ገነ ቢ ቨሪ ቨሪ ፋታል ወይ ከዓ ሓደገኛ እዚ መራሒ ንሰላም ቻይና ከመይ ገይሮም እዮም እዚ ተኣማሚኖም ዲል ክገብሩ ዝኽእሉ ራሽያ ከመይ ገይሮም እዮም እዚ ተኣማሚኖም ዲል ክገብሩ ዝኽእሉ and that makes things much more complicated ኣዝዩ ዝኸበደን ዝፀንከረን ነገራት ናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ anyway ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ጋዜጠኛ ፅቡቅ ገይሩ ሳመራይዝ ገይርዎ ብስሙ realize that what we are already seeing is a world war, World War III. It's not a war in Ukraine over there, a war with Israel over here, and then, China's threatened war against Taiwan over there, all separate. And that's another reason why Israel's war with Iran is so dangerous. As I said for a couple of years, there is a new alliance of tyrannies. Russia, China, Iran and North Korea all working together, helping each other out with their wars, sending weapons, diplomatic cover, and with their planned wars too. Iran, for instance, supplies Russia. So እንታይ ዝብሉ ዘለው እዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ምናልባት ነቲ ዘይተረድኦ ሰብ እምበር እዚ ኩነታት እዚ ሳልሳይ ኩናት ዓለም እንተዘይጀሚሩ ዘሎ ብትክክል ቅርፂ እናሓዘ ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ሳልሳይ ኩናት ዓለም እንተደይ ተጀሚሩ ሎሚ ቅርፂ ሒዙ ናብ ፅቡቅ ፎርማት ይኸይድ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ራሽያ ምስ ዩክሬን ትገብሮ ዘላ ራሽያ ምስ ዩክሬን ከም ዘይኮነስ እጁ ዩክሬን ራሽያን ገይሮም እዮም ዝገልፁ ምክንያቱ
western media ስለዝኾነ እዚ ጀነራል ግን ኣብ ዩክሬን ዝረኣናዮ ኩናት ሪኢና ኣለና ብሙሉም ኤውሮጳ ተሳቲፎም ኣለዉ ኣሜሪካ እንኳላይ ተሳቲፉ ኣሎ ካናዳ ተሳቲፉ ኣሎ ጃፓን ተሳቲፉ ኣሎ ኤቭሪባዲ ኣንዳን ንሱ ከይተወድህ ድማ ናይ ኢራን ይመፅእ ኣሎ ኢራን ምስ እስራኤል ድማ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ይሓልፉ ኣለዉ ምስ ቻይና ይተፋነኑ ኣለዉ ስለዚ all in all ክንሪኦ ከለና ሰሜን ኮርያ ንባዕሉ ስለዚ ኩሉ እዚ ክንሪኦ ከለና እቲ ኩናት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ግን ሓንቲ ነገር ኣብዛ ጠቕስዋ ስምዕዋ Iran, for instance, supplies Russia with kamikaze drones for its war in Ukraine. And China and Russia are backing Iran diplomatically. Last week voted against that International Atomic Energy Agency resolution condemning Iran's nuclear weapons program. And right now we are seeing how war in the Middle East can help China. America has been forced to move the aircraft carrier Nimitz and its supporting warships from the Pacific, where they're patrolling near China. It now seems on its way to the Middle East to support Israel, which would leave China, of course, freer to attack Taiwan. I'm not tipping that yet. It's far too early, I think, for China to do that. But this is how this alliance can work. Always stretching the West, which is already desperately undergunned. Its weapon stocks are very low after supplying Ukraine for 3 years. So, زيادة زربا. زي جنريو زلنا كوينات. أمريكا مس إسرائيل كوينهم زبقسوا مخانين عن رزلنا. التكوينات التقلنا من يزقود زلوا يزبل زلوا. نحزني خاخم زبل زلوا. نيروبان نزم عربا عالمن. أمريكا نمعربا عالمن إذا هس مغنياتو. أب يوكرين لثلاثة عامات كم مخازنهم أزوار كم حسوم كقاص لهم زسنه زتحت درجة مخازن أزوار مخازن زلهم حجد ما أب كالز جف كوينات أتوت هدراوي أساتس كم زي عبيتي مراقبنا كوينات كاب نشاينا نمغرق أرز تكمل زنبرو أمس يوم ناب إسرائيل قصهم يقربوا له نشاينا دما عدل يبوا له أبز حلفه قدام استراتيجية عليتنا شاينا نابلو خلو ناب شاينا زخون عقمجن ويون أتوكروجن يبلو من مغنياتو كالوت كوينات نتي attention أمريكا يسرق أصل زلو everything نشاينا أب محيال زجبر زلو كنتات مهانيم زعم زلو بعلم يعني إذا كنتاتي أمريكا تحترز لا نتف أتاك على تفلا لا يزول زلو ناي أستراليا جازتني so there you go State TV has been hit by an Israeli strike in the last few hours. Dramatic pictures. It caused the channel to go off air altogether. And in the last half hour, Iran has condemned that attack as a war crime. It came shortly after Israel issued an evacuation order for a large part of the Iranian capital, Tehran, saying it had plans to strike military infrastructure that would endanger the life of civilians in the area. It is the fourth day now of missile strikes between the two countries, which started early on Friday when Israel launched a series of surprise attacks targeting nuclear sites and killing Iran's most senior military commanders. Now, Iran restricts access to the country for journalists, but BBC Verify. بحبشة أنتينا نرزلنا أتي أبيران كإسرائيل متأنا سفح متقعت تقبر كم زلا مجن زابيد لي بزح متقعت هتفتم زلا إيران بكل من قديها تقاط زلا. لذي بفلاي ميديا إسرائيل زبلو زلو ومعربا ميديا زبلو زلو air superiority كم زلهم إسرائيل تمالتي زقا أغلال لا تير ديفنس سيستم ناي إيران حريمنا نداخلنا إننا زبل زربالو سلزي كم دليتهم بنفرت متيوم بزح متقعدات يقبروا خمزلون أبزح علامات يحرموا خمزلون يمزنوا برزلو حلف حليفهم نتي بدبر تلفزيون إيران كم تحرموه تبدبر تلفزيون دما ريبورت ناقبروا خلو كم سهرمه كريكم يتسنهيله سلزي بزح علامات يحرموا خمزلو بزح سيفيل حزب قتلهم خمزلو مجنزابي دلي معناته هنا وتحضروا علاماتنا نحرم زبل مناورة دامبر أب بايتا هنرغلنا سيفيل كاجواليتيز ويكا سيفيل حزبي زيادة كنتات زيادة استحرمت آنچه که ملاحظه کردید Iranian state TV came under attack during its live coverage. كم تريواد لهم أب تلفزيونات زربت كلا تهنس كم استحرمن كاب سكرين كم استعليتن نحرسته السنة جزيجن تمليسهم مدبهم كقصلوا نساونا بكال أي بزح رجاي وردان نحرسته السنة ساعات تمليسا مدب كم سرعتي زنجرزلو سلزي أب إيران درجة نويري سيف زخونة بوتا ويون وحس بوتا ويون كده إحنا اللي تخلي خاز بهالبوتا كم زي اللي نرزلنا تكونتات very intense كبيد زخونة مدرة كبيد زخونة كونتات كم زي اللي زنجرزلو سلزي what are the next steps انتايم كونو نبيج سكاي خياد انتايو خجبر زبل عرستي نبزح سب تشاغل زلو كونتات غيرنا هنوزن كلالنا. And then, a few hours ago,
many residents have tried to flee, especially after Israel asked people to evacuate areas near military facilities. But for many, escaping has proven impossible. حجي بزح سب كاب إيران كاب تيران نخوض يفتنا له but boy it's impossible خوين زلو فتش ما يكالني خوين زلو سلامتاي traffic jams حنت ريبورت أنا سمعكوا نجو ساعة شدش تستبجسه حساب ساعة 4 كابت كتما بفتشم كساعة زي كاله تطوي تمليسن جزوخ ملست وكم زو السنة سلامتاي أتي محلقات تسرقاتات مليس لزلو بفتشم كت كده يدخلني خاص لذي قبل عليه دما دونالد ترامب زقدة دمت أنقطها يبوا معلنا تمز بيزيا سمعوا moments ago, and I quote him, everyone should immediately evacuate Tehran, as Iran is warning that a 9th wave of attacks against Israel is now underway and will continue until dawn. This is now the 5th night of attacks between the two countries. And just moments ago, U.S. Defense Secretary Pete Hegseth posting on social media, and I quote, he said, I directed the deployment of additional capabilities to the Middle East region. So what does that mean? Now we know. كم نريد لنا حدا تي دونالد ترامب نسبي إيران كابت بوتاتي نخوت كاب كتما تيران بفلاي نخوت عزيز له 10 مليون زخون حزب زلوا حزبي نبار زلوا ختما كمي جيري كوت نابي كوت God knows زي نفسه زخاله evacuation جزية قدب كتبلو كتكل علىك مغنياتو ريديتي تقطن كالم كفترة زخول تجمعتن حدا قتاتن أبجمتي خمالتيو and then تي ministry مكل خالنا أمريكا دمالم نسوس مجلس دما I directed the deployment of additional capabilities to the United States Central Command area of responsibility الذي بزحوة هدرا ومنقصقاسات ناب أوجسو ناب إيران قصهم ينقص أصهم زلون دارجانا أمريكا أبتكوينات مستافسي eminent they تعرف نجاري زبلو زلو كلا تاتي بسحلو إذا أمريكا نتنياهو يفلتيو نتكوينات جميرون أمريكا كان ناقصها مخانو people already knew تمز فلتوا يزاربوا لنيرويم استراتيجيات كل جزء قميو أمريكا كميجركا الناقصكا قلت توا قميو تي دونالد ترامب معمول أبي دوم سلزقونه I think that this is what we see now. The U.S. Navy Nimitz carrier strike group is already heading towards the Middle East right now, and more U.S. naval assets capable of defending against ballistic missiles are expected to be moving into the eastern Mediterranean, closer to Israel in these next coming days. The latest Iranian attacks coming after the IDF released these new images of Israel destroying what it says are 2 Iranian fighter jets. And earlier today, an unbelievable moment unfolded live on Iranian state television. Let me show it to you. فضای غبارآلوده استدیوم كم ريزل لنا تي إسرائيل كنت نفرتي حريمة غمزة الله يزنقر زلو not confirmed زخون حبريتا يكونن it's possible معناته بزح متقعتات يكايد زلو حريمة ممكن خمزغولون التكوينات كم تريو زلهم كل عينة ملكعات هزو تي درجة بزح علامات يوم حريمة زلو بإيران إسرائيل مالتيو سلز things are very very serious and أبز قدر درجة بزح كم زلو مجنزابي اللي بخمزي كسر كندي كقصة الغلي وعطني كل رابط هتاتهم بزح متقعتي يقبر له انت عين الدامج يزور زلو دعمي كبيت زخونه كلتاتنا نرزلنا عجب زعباتني كل كنزاربي نتسنى. Now the IDF said that this wasn't a mistake. They said it was a precise strike based on intelligence that the building was being used for military purposes. Now, an Iranian source sent me these letters that Iran sent to the Secretary General of the UN and the UN Security Council earlier today, in which Iran demands immediate action following what it calls Israel's, quote, deliberate attacks on Iran's nuclear facilities. And the letter goes on to demand that the UN, quote, hold Israel and its accomplices fully accountable. Now, the accomplices, the use of that word, is a very thinly veiled reference to the United States. But while the U.S., of course, backs Israel at this point, clearly the two countries are not entirely on the same page, as sources tell CNN, that President Trump opposed an Israeli plan to assassinate the supreme leader. But Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu refused to take that option off the table. بعفشة جين تايو زخون زلو تي كنتات إسرائيل نتنياهو أمين نتنياهو انت عينت كان كم زلو انت عينت حماق نقر كقبر كم زغل I don't know نعود يفلسف كل نيو ني نتنياهو أبزح جزلو ستيج زدق فوسب pure evil وصو سيد أن رايخ أخطب تدخل مغنياتو نتنياهو كندي هتساناتن أديتاتن قتيلو له أبقازا بوغير كي قاتلوكو أبيران قدا نعمتات نيران كتفايا زول زنبري مخا
داون كل نفسهم بدم تتلاقي زلو أبزن زحلفا كلتا عمد دي ولا قال عمت من فوق كتبلو تخليهم أب غزا جيرو زلو دامج تفعات من الريخايو عنوات نتقازا انتاي مشيلو ولا تاريخا أب ليبانوس جيرو زلو عنوات تاريخا أب سوريا زقبرو كنتات تاريخا هجي أب إيران تايك قبرخل obviously نمجمات كبيرة يكون تي عنوات نسكو وردو نزورت عنوات نسكو زوزغ عنواسي كبيري وزي بقى كومين لا تراينا نحلف نقد نتنياهو يز كم زعينة التاريخ قف أزفتسم زلو مراحي I don't know هتلر يوم زبلونا قل give me a break هتلر مسراويت باسني راب سيفيل بيا كانت ما يهود بحالو زلو مبر أكال كم زينا بران كم زعينة systematically هزبتات زعنو زلو سبقنا إيرانا مالت تي أبغازا غزا تبهال كمي غير والو انتريقا كابات ريها عاد بقستبل غزا مريتو منير زي كمي غيرات في ولا نتباتات ريقا نتنياهو تاي كونكم صار هجي بس دونالد ترامب متاي باسلو اسكي نزي آية الله خمني سوبريم ليدر نا إيران نتنياهو نحنا هنقتلينا يبلالو دونالد ترامب ما يتقتلوا يبلالو زي the question is can Iran defend itself here عادي نما راح تاكد تحن تخلده I don't know أنا سي يقول يوم قبل يكلني because أبيت وتدرين كماندر سيم تقتيلهم زل nuclear scientists لذي very capable سبات تقتيلهم ممالهم لذي I'm not sure إن آية الله كتحنوا يقولوا ده ولا I don't know I mean إسرائيل كتقبر يتغلني عيل الجزارة بعبزوا أنا زي أنا كقبلي قبلني إسرائيل can do many things بفرلاي single out نتوم سبات مريح كان مقتال وهنياتو أوشت إيران أتياتهم كم زلان رلنا أقد أساتس كم زلوا وين سلياناتهم أوشتي نا إيران military leadership ويقال ملا إيه كم زلوا قال لك فال حزام كم زلوي أبو بحبوا مسؤول بصور حسابات كم زلوا ونرلنا وهنياتو عبيت جنرالات نايو تدرى حيلي حتى رجزي قتلوا زقولون دهرقينهم كابون اللي عليه evidence كونا كاز قليلا but still إيران نزل كنا تحتزي حنت كاب إيران بصدق قامت تسمع زل إيران كل عينة سيناريو بلانين كم زلوا ميزان الجر تاي صغير ولا زيوم تتقتلهم كميلهم قتلوا خمس قلوا نخلوا كنا تاسي جمد بمغنياته أب حزب الله ريوم يوم زعتها بلاي بوك حزب الله ليدرشيب بمولو قتيل نهاية لهم لذي حنت نجر كم هروا زلوا إيران ولا تم راح تزيوم تتقتلهم كمي جركا كتكسل تخل كبير يوم زارب زلوا كلا يدما إذا رجيم تشنج نسوز حسب زلوا نتنياهو مالتيو كاليت إراقي كفترن بر رجيم تشنج كبراي كل نيم زول زل لذي تكونتات بفلاي تكونات تقتلوا نام نيكولر قصون كخيس كم زخل يزن جرزلو حجي أبتي قداينا نيكولر وين أنت سمعنا حنت جناب زي كابتي independent media غادي على صباح بريتات ركب أبزي. More deadly missiles targeting key Israeli facilities in Tel Aviv, Jerusalem, and Haifa. Haifa is key because of its strategic and economic significance for Israel. Israel has said that the total number of people killed in Iran's retaliatory attacks so far has now risen to 24. Hundreds of people remain injured, and Israeli rescue agencies have been busy trying to pull out those still trapped underneath the rubble. Meanwhile, American Ambassador Mike Huckabee has said that the U.S. consulate in Tel Aviv was damaged by the impact of Iranian missile, forcing the diplomatic enclave to shut down. Elsewhere, the Indian government headed by بعفشة انتينا نرزلنا إيران بعلان قبل إسرائيل أقداسي علامات تحرم كم زلان بتتحرم زلا إسرائيل دما أبنا ربشا يفتر كم زلو تربشا دما بفلا إن نتنياهو أبسلتان يمسنح كنتاتو حدا جاي يفتر لهم زلو يزن جرزلو أزي بحدا وجن كون كله اتكالي وجن اتزعبي يكفال حتى خوين زلو جن إزي قد عايزيو. The person I've spoken to, Colonel, that mentioned the Israeli nuclear weapon, but do you think it's even on the table? So Israel seems to have the advantage right now in the war. They've got air superiority over Iran. Again, feel free to disagree. And they've gotten rid of a lot of these commanders, which are not replaceable. You said the same thing about Hezbollah last time as well. They have been replaced. But why America? Backdoor, so to say, through other powers, or by inference that they have a nuclear weapon and that they're prepared to use it. One of the reasons, excuse me, in 1973, that the Egyptians, once they crossed the Suez Canal and established a defense on the far side, the eastern side of the Suez, and did not march further east,
is because Sadat understood that the Israelis had a nuclear weapon. And he said, if we go for the Mitla Pass, if we try to penetrate Sinai and move into Israel, we have to expect that the Israelis will use a nuclear weapon against us. حجي ناي إسرائيل قد دايب في اللعب زعبان نيكولر كنت كم تخلدو نزبل أرستي already عبد بيت وريدو خمسة لون مخنياتو إسرائيلويان بفلاي كسعرون تجميرهم ويون نا أمريكا حجز ملو بملو كرهبون تزي كيلوم حنت ولا نا أمريكا عقد ديدوم نابتو كينات كتوازو غلو أنت ده حجزكمنا نيكولر كنت كمينا زبل ديبيت خون خلي ويون argument وي سينما خون كم زغلن نا أمريكا دما almost إيدوم عاطفة نابتو كينات كتوهم كم زغلي ما بزز مقتو مخنياتو هذا تي إسرائيل نيكولر كم زلوا بوقع يفلتتن قلنا كل جزء فلوت نجار يقايلو معناته even up شن شاتو من سبعة سنة تكويناتنا مساجرات عرب مزجبت أبزجب برا لزنا برا شرط نايجب سنة إسرائيل كم تيخل نيريلو تتوجن they always knew قالنا مكحل فند حرقينهم إسرائيل نيكولر كم تخلن توسع قد ما نتدي قانا يسوام كثر ما كم تخلن الذي تي السود السويو نتكونتات هجرات عرب زخونة نجار كجبرا كم زي كجبرهم حجد ما جاي تا بتاع كنت كمولا مخانم درو أبتنا نيوكلر فاسيلتي إيران حدا جاي ود كم زلوا ويون حدا جاتات كجمر كم زغل ما تنقطع كابتي نيوكلراوي agency وتيلو. The nuclear watchdog has held an urgent meeting in Vienna. The International Atomic Energy Agency's Board of Governors came together at the request of Russia. It's concerned about Israeli attacks against several Iranian nuclear facilities like the Natanz site. The IAEA's Director General says there's no sign of further damage in Natanz, but has called on both sides to lower tensions. Military escalation threatens lives. ስለዚህ እቲ ኒኩለር ኤጀንሲ ኣብቲ ቦታ ናይ ኒኩለር ተማዕብለሉ ዘላ ናይ እስራኤል ናይ ኢራን ዝበሃል ዘሎ ናታንዝ ትካሎት እስራኤል በብዝሕ ትድብድብ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ጨረርታ ወይ እውን ካልእ ፀገም ከጋጥም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብኡ እስራኤል ትገብሮ ዘላ እንታይ ማለት እዩ ከምጥፋእ ምናልባት ኣብኡ እንድሕሪ ጨረርታ ጀሚሩ ንመን እዩ ክጎድእ ንህዝቢ ኢራን ክጎድእ ስለዚ again Israel are a very dangerous ሕብረተሰብ ምዃኖም ፍላይቲ እስራኤል ከም ዝራውን ከቢድ እንዴት ነተንያሁ ዝበሃል ዝመርሑ ዘሎ መንግስቲ እምበር ኩሉ እስራኤላዊ ከም ዝገብር ዘሎ ኢልካ ምዝራብ ክንደይ ተቃውሞ እዩ ዘለዎ ክንደይ ያለው አንጻሩ ደው ኢሎም ዘለው ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ፅን ኢሎም ከሪአኩም አንጻርቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሩ ዘሎ ዝኸዱ ዘሎ ብዙሓት ከም ዘለዎ ምግንዛብ የድሊ ኩሉ ይኮነን ኣብ ጎኑ ኮይኑ ዘጣቅዓሉን ኣጆኻ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ there are people wala ayhud ኮይኖም ነዚ ኩነታት እዚ አንጻር ኣብ ጎን እስራኤል ተጠው ዝበሉ ሰባት ኣለዉ ከሪአኩም እዚ ንሪኦ ዘለና ግን እዚ ዳይሬክተር ጀነራል ናይቲ atoms for peace and development ኣብ ዝብል ኣብ ቪየና ዝተገበረ ኩነታት ኢና This is the chance of a radiological release with serious consequences for people and the environment and delays indispensable work towards a diplomatic solution for the long-term assurance that Iran does not acquire nuclear weapons. Consistent with the objective of the IAEA and its statute, I call on all parties to exercise maximum restraint to avoid further escalation. Rory Challens has been keeping an eye on. So, متنقطع زبزلو تي إيران so far نيكولاراوات وار نخد جبر ودي على زبل كنتات يلن زي ناي نيكولاراوي جنسون كيدو يقاصري وين ركب على وين إيران سلزي probably تزعبي جيجاز جبر وإيران سيو nuclear day محازمي I'm pretty sure من البعض تثبت حزب إيران أقطع وزلسي they had enough time كحزوا يقولون إيران I has won and this is the result جي طلع لقيرهم من تزيل له أبزو كينات زي حدا أسرع 3 عام ندهريك تملصوهم يوم that's how they do it زي كمان كم جيرهم لحر survive جيرهم مالتي بر أتكونتات نبي جزء خير كم زغل أنتي كجبر كم زغل نريالنا فلايجي تنا أمريكا إتأتو تجميرو دما نتكوينات كسعروا وين إيران ون بفلا أمريكا وين بزاربوا زلوا سمعوا بزي regime change نبي جزء خير كم زغل involvement. Let's go ahead and put this up there on the screen. We have our friend Scott Horton. He is reporting here, does echo some of your own comments. And he says, sources, the U.S. will enter Israel's war with Iran, calling the White House and tell them that you do not. You can see Trump is obviously leaving that possibility open. He says, quote, it's possible the U.S. could get involved. He means offensively. He's keeping the door there. All signs do kind of point, in that direction. At this point, Dave, I don't even yet know what a quote. If you're the Iranians, Israel killed him. جنتايم زبل زلو دارجا
أمريكا نابت كوينات متهوا زي تعرف مغانيهم دي بيز كبر زلوا حبريتها توصلوا مستمكساسات ناتا أمريكا نابت كوينات كتاتكم تخل زقمة يسمعون. We just talk here about the extent here of U.S. involvement, of the defensive capability, and also of how much worse things can go. Because as you said, of course, we're already involved in this war. We're effectively, a primary actor. But, there's a big difference still. As we just talked about with Bill Ackman, there's B-2 bombers. That's like level 1. Then there's U.S. boots on the, or raids, boots on the ground. And I think that's like level 3. And then we have a prolonged occupation after the inevitable civil war, and all of that falls out. The Straits of Hormuz, the risk, and all of here to U.S. forces. So the floor is yours. Yeah, well, I mean, what the military was telling George W. Bush back in 2007 that we wouldn't have escalation dominance. Like the idea of that is that we can't control their next move. Yes. And so you could sit here and say, like, let's say, like Axios was already reporting the other day that Israel is asking us to join in because, they always talk a big game about how they can do it themselves. They actually can't do anything themselves. They can't even exist by. إسرائيل أمريكا كتاتو يدللوا بكينادتي أمريكا دما نتكونتاتي ملو بملو دومينيت كقبروا كم زي كل يفلطيهم اتزعبي فرناتهم دما إيراق نايكل تشحن سلستن زقبروا جيجا خيدوغ يدفروا دلو أمريكا نيران كانوا غاي نخلنا نيران كان عنواي نخلنا يكونن أني خايا أنتاي كتفتر تخلي مغنياتو أبيراقن أفغانستان كباب 6 تريليون 7 تريليون ገንዘብ የማጥፊያም ዕዳናቶም ንሰማይ ከም ዝፍንጀር ዝገበረ ድማ እቲ ዓንዳር ኩናት እትዩ ሎሚ ኣብ 37 ትሪልዮን ዕዳ ዘላ ለንቀነ ድማ መዓልታዊ ብዛዕባ ዕዳናቶም ጥራይ ዝዛረቡ ዘሎ ምክንያቱ ኢንተረስት ሬት ናይ ዕዳኦም ጥራይሲ ልዕሊ 1 ትሪልዮን ኮይኑ ኣሎ ልዕሊ እቲ ወታደራዊ ባጀት ናቶም ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ኩናት ዝከኣቱ ተኮይኖም እንታይ እዩ ዕላማ ክኸውን ዝኽእል ሓንቲ ካልእ ተወሳኺት ኢራቅ ተፈጢሮም እንታይ ክገብርዋ ይኽእሉ ኣሜሪካ ዓቕሚ ኣለዋን ስምዕዎም ኣብዚ እምበር እቲ እስራኤል ዝበሃል ንዓታቶም ኣብታ ፀገም ጉሒፉ ነተንያሁ ንፓኪስታን ዲ ኔክስት ድሪም ናይ ዝፍንቅላ ሀገር ክጅምሪ ድራማ ናቱ themselves. That's why they always have to say, doesn't Israel have a right to exist? Meaning, you got to help us exist. So they need these bunker busters that they don't have, that they need from America. But look, even if the idea is that they're trying to sell us on, we can do this even as an air war. Like, even if America does get involved. But the problem is, and this is where the escalation dominance thing comes in. It goes, okay, but then what happens when Iran hits one of our bases or one of our embassies and kills a couple hundred Americans? Yeah. What's Donald Trump going to do as a result to that? And if you just game the thing out, yeah, it's very likely ends in invasion. And then, as you just alluded to, and then once you do that, once you invade and overthrow the regime, well, what are we going to do now? Are we just going to we're just going to risk that the Straits of Hormuz are fall into whoever's hands they do? Of course not. Then we're back to nation building. And this is how it happens every single time. And, it's unbelievable. Like, even, it's even the war hawks, when they look back at the other wars, they'll be like, yeah, well, we got dragged in. بعفجع كنريا خلنا أنت يبزولو زلو أنت علامة أمريكا أنت كتقبر تخلابسي مالت إسرائيل زبال فقعي لو أمدي نبزحت دقفتنا دونالد ترايم زي باين لارج خطبت خليقة دارجا مبزحتهم بزحت دقفتنا ما جاز نبرنا دونالد ترامب disappointed كوينا مالو تاكو كارلسون زبال حركاتهم عبيت جازيتنيات دونالد ترامب عبي زقوز قصلون دقفناتون زنبرة أنصاري زارب على بزنا يقدينا إسرائيل كمستيف بالن زبال بزحت عبيت بوليتيكنيات أنصار وساننا أمريكا أبز قداي زيم زلوا مخنياتو إسرائيل زبال نتنياهو زبال نجر تراي الناس أحترق إن أمريكا جنساتهم إيران سلز دنقص يكونوا كمزول زلوا أمريكا كاب كندس الأيام كاب كند الأمان يوتعلو زيت نتنياهو زبال يمزول زلوا سوم كله زلنا حيلي نشاينا مغرق علينا هم تكمل زلنا كم لقلو زي جي نتنياهو جميل وزلوا كينات جن أمريكا أب يوكرين تراي سلسة عمد كثيرة معات أسوار معات جنزبن معات شجرن أتيوا كيبكع كابو وتيا حيل عكبا نتزلوزر كابو وهايدا نابشاينا خطمت هذا اللي دم حجي كالو كينات تفتير له زي كينات زي ما كالو وتهدراوات أسوارات وطبعا كنتات معات حدوتات بتتزوج زبلوزر دما زكده دما أبو متينا بومب خنقبر تجمبرنا إيران تاك قبريلو دبر مال تختبيا أبي أبتي بما يتقطر وتهدراو بيزات ناي إسرائيل ناي أمريكا زلو أب حدا بوتا زلو بيز انت قاتلاتو هذا ميتي وتهدر وي حمزة وتهدر ناي أمريكا تقتل بحقنا أمريكا ورار كتكايديا كوميزل زخونة هجر وتهدرنا أمريكا انت تقتلوا أمريكا نتهجر توراي تناتهم حقي مليتار حقناتهم كومي لذي هذا بدبر تحريمه وتهدر تقتلوا لهم أمريكان إيران ناخذ وراها قددا سو اسكوري لنا بلا انتهينا هنقبر شعيل what do we do بحجوكو the same playbook كاب هاجرنا بهاجر فتينا كلنا تسعيرنا وصينا يمدلو كل
سعيرهم وصيهم يفلطون كاب 50 تا جميركا بكوريا كينات ناي كوريا تسعيرهم يوم وصيهم فيتنام تسعيرهم يوم وصيهم ابز حجس زليلنا مسمص انا دما افغانستان تسعيرهم يوم وصيهم عراق تسعيرهم يوم ولا حنت قبروا يقالوا انت عراق لو مزلو سمدلي ويكون بليبيا اياتون كن اياتون كمان نتهاجر ببومباتات هريمم الليبيا خويناتو زلايريلو سلازي نساتهم اتيوم زحوي وهاجر يالن اتي زقبروا كياس ما نعم واقا يغفلومي ما عاد جنزب يمز خسروا نتي هاجرنا هنس على ديمقراطيه قالنا تباله ما عاد تريليونات جنزب زهلخاو اذا دما بعداي زقبر نيرو سلازي أمس حلف 10 عامات عداناتهم نسماي كفنجر زقبرو إذا عندها كايدا مخانيهم زارب. And then we got, but there is also a reason why we got dragged in. Like that's how it happens. Once you break it, you're in a different position now, aren't you? And you know, you could see like an example, like in Libya, where we didn't go in there and nation build. You know, which I'm not saying it would have gone any better, but it was a complete disaster too. And so you know, it's just we're playing with fire here. We're playing with the destruction of the region. We're playing with the destruction of the United States of America. I mean, who really thinks we're at a point? Let's just say hypothetically that this would turn into another Iraq or Afghanistan. How many people think we can survive another one of those? That's right. Like, you think it's just a given? Look at our country right now. Our country was in a much stronger position in 2003 when we. Bafisha, Americans are really worried. Donald Trump, I mean, they're used to this. I mean, Donald Trump. ننوي حاسبو بمدب خيز خل مراحل كم زي كونه أنا نجيري ناتي بوزيشن دونالد ترامب فتوى زلوا أنا يدري ما سلا زخونه إيرترا زحشي ما أنا كم زي دراماتات كلام برسلا زخونه زعبا بعلى إيرترا كجبرو زخل كنتات وحد خوني خلي زبل جم مثل زلا نمبر دونالد ترامب أمينكا من البعض حنت نجت رايح دونالد ترامب ميت كتأمنت ميت يزبل أبا زعبا جنزبو نخرب بحيلو زجبر بوليسي نعود كميز جبر لذي أبي investment نعود مسوت تسجل كارت كده لك نسوز جبرة ده كونس نسوز ربح حال زلوا بوتات أبي invest جبرة لك that's for sure this gonna work تعونكو تعمى من كارت جبرات غلمانياتو self issue لنفسه تعمى يزجبر لنفسه تعمى يزجبر تخينه if you can win them if you can beat them join them ده تسعرهم تحرقين كا ده تبغون تحرقا مسوم كين كار ربح يجيب لك لبونا سلزي مسوم تحاوس كارت ربح لك أنا غلط لابسي designed to cripple Tehran's war machine. While Iran bleeds from these wounds, Benjamin Netanyahu appears trapped without a clear endgame beyond pleading for America to unleash even greater firepower. Now, the brutal reality? Well, Israeli air defenses are buckling under Iran's relentless missile barrage. And now Israel is urging France and UK to help provide more interceptors. كم دريد لنا زي بعلو فكيري زي أتمبر بعلو دوس أكوينات كوي بلون كل جزء سلزي أتي إيران تقبل زلا ما تكعتي بزح شجري فترة لسه زلا وش تعدي إير ديفنس سيستم ناتكم بنك إيركم هابوني زلهم زلون فرانس إن يوكاين كم يكبوهم ولا نفسهم تراهم يترفوا عراقهم بدلا ناتهم أو تيوم نعكبوهم كم مسرح كردع كذا كل درجة وزصر نزلهم لذي إير ديفنس سيستم وحيد وصل زلهم تنزل لوا كلا خلال لوا قد نعو penetrate جيرزات سلو زلو تدامج زور زلو دما عبس أجمع بإسرائيل فتر سلو زلو حق زوني زبل زلو الذي نسو كم دليل يقاتل له نتي عبد زور زلو نمو كل خالقن ردوني بلان. More details in our next report. Most Israelis had rushed into bomb shelters, yet casualties have been reported, at least 8 deaths overnight and 24 in total, plus more than 500 people injured. So what happened to their air defenses, the Israeli defenses? The thing is, no system is perfect. Israel's air defenses have around 90% success rate. 90%. But Iran is overwhelming it. If you fire 100 missiles, 10 will get through, and that is what Tehran is doing. Their president released a statement yesterday. He says he's not looking to expand the war, but if Israel provokes, the response will be severe. كم رياضة لنا تكونتات كزحلي خلي زنب له مخنيات يبلان. سلزي air defense system إسرائيل perfect يكونن زبالة أي زلوا بعالم قد بكوتات اللوا تبكوتات دماء إيران زاكل عنوات نخفت رعب تكوينات عدة اللي هو مالهم. برقت تنا إسرائيل عنوات بفلوي سلز الرأي إسرائيل زتنكف حجر يكون زبل أمنت سلز هذا شدش زبالين بر عب إيران عنوات يورد يلا نبلكم يلا مدرس بزع عنوات يا إيران زور زولجن إسرائيل كم تنبع الليبانوس قبرتي على مانير بس خيت تنكفت ويونشتي ناس تنكف على حجر ملو زعنوات كم خو قبريهم ويون ليبيا قبروز نبر كم خو قبريهم تدليت نيرو but in this case
ኣብ ኢራን ይዕንው ኣለዎ እዮም ግን ዕንወት ድማ ይወርዶም ኣሎ ስለዚ ኣብ ኣገዳሲ ሳከት ኣሎ ገለገለ ሓበሻ እስራኤል ወላ ሓንቲ ወረዳን ትብሎ ጎረሄል ካትብሎ ሓሰውቲ እዮም እሶም ምክንያቱ ከምዚ ገይሮም ከሪኦም ኣይክሉን እዚ ናይ ቃዛ ስእልታት ኣይኮነን ናይ እስራኤል እዩ ብፍላይ እቲ ኣብቲ ናይ ፔትሮል ቦታ ወሪዱ ዘሎ ኣብቲ ሃይፋ ዝበሃል ወሪዱ ዘሎ ዕንወት very very significant እዩ ስለዚ ብቁጠባ ይኹን ብካልእ እውን ንእስራኤል ሓደገኛ ዝኾነ መጥቃዕታት እዩ ዝወርዶም ዘሎ ስለዚ ንእስራኤል ዝወርዳ ዘሎ ሓደጋ ሓደ ናይ ፎክስ ጋዜጠኛ ሓደ ካብቶም ኣኽረርቲ ጋዜጠኛታት ናይ ኣሜሪካውያን ማለት እዩ እስራኤል ኣብ ሂወታ ኣብ ታሪኻ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ዕንወት ይወርዳ ኣሎ ኢሉ ከምዚ ዓይነት ሚሳይላት ኣብ ውሽጣ ወሪድዋ ይፈልጥን ርኢና ይንፈልጥና ኢሉ ስለዚ ደጋፊ ናይ እስራኤል ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዙሓት እዮም ነቲ ነተንያሁ ብዕንደራ ናቱ ዝመፀና ዘሎ ሓደጋ እዩ ብምባል ኣንጻሩ ዝዛረቡ ዘሎ ካልእ ምናልባት እቲ ኩነታት ከካብዶ ዝኽእል ሓቅነቱ ዘይተረጋገፀ ኢራን ንባዕላ ኣብዚ ሓደ ሪፖርት ወፂኡ ነይሩ ከም ንሪኦ ዘለኹም ዎል ስትሪት ጆርናል ዘውፅኦ ነይሩ battered Iran signals it wants to de-escalate hostilities with Israel and negotiate. ስለዚ ኢራን ነቲ ኩነታት ሽምግልና ንከኣትዎ ትሓትት ከም ዘላ ዝነግር ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ስለዚ ዎል ስትሪት ጆርናል ሓደ ዓብይ መጽሔት ናይ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ Iran has been urgently signaling that it seeks an end to the hostilities and the resumption of talks over its nuclear program, sending message to Israel and the US via Arab intermediaries, Middle Eastern and European officials said. Middle Eastern and European officials said. زازربا زيا تزور على إيران تكون تاتو قبل تتكلم زلان معناته إسرائيل تكبروا زلا عنوات يوصلوا زلوا نعتاتهم زربهم كم زي كوني فلتيهم إسرائيل نتنياهو بخميز نبر نتوري دو زلوا عنوات إيروب أقف لويم ስለዚህ ንሱ ጸገም የብሉን ብወገን ኢራን ግን እቲ ኩነታት ንዓታቶም ኣብ ከመይ ዝበል ሓደጋ ይትዎም ከም ዘሎ እዮም ዝርዩ ዘለዉ ስለዚ they really want to exit ካብዚ ነገር ዝወፅኦም ክቕፅሉ ይደልለው ግን I don't know if they will have the chance እስራኤል ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰሚዑ ንዕኦም ከተግብር ክእል እዩ ኢልና ክንዛረብ ከቢድ እዩ but again at least ሓቲቶም ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና According to Israel's emergency responders so far, like Magen David Adom, there were no impacts, so either those missiles were intercepted or weren't able to strike the targets and hit in either military or residential areas. That being said, it's 2 in the morning here, so there are at least 4 or 5 hours until dawn, and we saw missiles incoming at about 4 in the morning last night, so there's very much the potential for more ballistic missiles and more drones as the night goes on here. Meanwhile, as you pointed out, Israel has continued its strikes in Iran and in Tehran. In addition to hitting Iran's state broadcaster, they took out 2 aircraft on the ground and have continued to go after other targets as well. Prime Minister Benjamin Netanyahu has said so far Israel's strikes against Iran's nuclear facilities have set the nuclear program back many years. He wouldn't give a specific number on anything like that. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ እስራኤል መራሒ ዘንቀዶ ከም ዘይገድፍ እቲ ሰብቲ ማን እቲ ሰብቲ ቀሊል ሰብ ከም ዘይኮነ ምፍላጥ የድሊ and it's going to be very ኩነታት እዚ ናብ ካልእ ሓደጋ ክኸይድ ዝኽእል ብቐሊሉ ናብ ካልእ ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ምግንዛብ ዘድልዮ ከም ዝኾነ ወላ ሓንቲ ሓድሽ መግለፂ ወይ እውን ሓድሽ ዘረባ ዘድልዮ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩናት እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት እንተሪኢኻ ጀስት ካብኡ ተበጊስካ ኢኻ ክትግምግም ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩናት መጠን ግዜ ዝወሰደ መጠን ዝነውሐ መጠኑ እቲ ናቱ ሓደጋታት እናበዝሐ ክኸይድ እዩ ድሮ መዓት ሓደጋ እንዲያጋጢሙ ዘሎ ግን በዚ ሕጂ ዘለዎ እናቐፀለ እንድሕር ከይዱ ድማ ናብ ዝገደደ ክኸይድ ምክንያቱ ብፍላይ እስራኤል ይህረም ስለ ዘሎ እቲ እስራኤል ዝበሃል ሃገር እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ምግምጋም የድሊ እስራኤል ክገብሮ ዝኽእል ወይ እውን ነተንያሁ ክኸዶ ዝኽእል ርሕቀት ሕማቕ ንምግባር ካብ ንሕና ክንግምቶ ንኽእል ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ኩሉ እዚ ደሚርካ ድማ ኮላ ሕጂ ኣሜሪካ ክትሕወሶ እንተኮይና እታ ኩናት ንኢራን ክሕግዛ ክመፅእ ዝኽእል ሓይሊ ዘሎ ይመስለኒ ምስ ራሽያ ይኹን ምስ ካልእ ዝምድናታት ኣሎ ግን ክሳብ ክንዚ ምስ እስራኤል ንኢራን ክሕግዙ ኢሎም ክመፅሉ ዝኽእሉ ኩነታት ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ከቢድ እዩ እጂ እዚ ድማ እቲ ሓደ ካብቲ ንዓለምና ኣሚን እዚ ናይ መወዳእታ ኬስ ክኸውን ተስፋ ንገብር ምክንያቱ እቲ ወፅዓ እቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ናይ ብሓቂ እስራኤል ድሌቱ እናገበረ ዝኸሶ ወይ እውን ዝዛረቦ ሓይሊ የለን ነቲ ካልእ ግን ከመይ ገይሮም ከም ዝዓፅውዎን ከመይ ገይሮም ከም ዝልክትዎን ንርኢ ኣለና ስለዚ it's just very
sad reality and كوننت يو حيال تزي كوينكا أبزع عالم زي حيال تزي كوينكا إذا حجنا أتوزع لنا مدرخ أتليس نزن زمتا 10 عامات قلة بخمس من قدي كرت النجارات حيال زي كون حبرة السب دماء حيال زي كون هجر دماء بدهتات كقولت مي حيال مالت جن ولا بوتهدرات رايكون بوليتيكا ونحيال كون لك تسقم كم تأكل خوت صغير سلزي بوليتيكا دبلوماتيك اللي بخل نجار حيال مخان قدي تايو نحن دم نزو كنتاتنا رانا أقدر أسنزل لوز بلنا يتحسوتاتنا بعم كنكرركم فتنينا بليز لايك قبروا سبورت قبروا دقفكم عبو فيدباك ناتكم عبو بهانات من قد صحفنا بلنا أنا لو معرس سابس قبرينا أتوم صلوت قبروا تقولوا توم دعات قبروا صلوت قبروا مغنيات وزكينات زي بغالي اللي تتوقبل زخلا يكونن بزحي وسبي زقود عزلو أمين إذن ريزل لنا فورما يكونن ما عتز زقود عزلو هيوتو imagine أبتزنا برولو زلغا ميسايلات كوردكاتو جميرون تاك تقبر تغلا في هيوت كاس لذي again we need to be very careful بالعبازي اتزخل سب جماعة صلوت تقبري محسن أيلو معرس سابس خدي أبقالي الرغبنا تصبغو